السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من زمان ما عملتلكمش فيديوهات، معلش كان عندي ظروف كده. رجعنا تاني نعمل فيديوهات مع بعض، وهنعمل فيديوهات منوعة ان شاء الله على القناة، وهيبقى موجود معانا كل حاجة على القناة ان شاء الله. تابعوني كده واستمروا معايا، وان شاء الله تشوفوا حاجات حلوة على القناة. النهاردة هنعمل فيديو عن الحمام، جايبه لكم حاجة مفيدة جدا جدا للحمام، واحسن من العلف كمان بتاع الحمام بالنسبة للبيض. ايه هي الحاجه ديت؟ كلنا عارفين ان الحمام ما بيبيضش غير لو كل علف او عليقه، زي ما بعض البلاد بيقولوا عليها، تمام؟ عليقه من اللي هي البياضه. انا عن نفسي كنت لما بقطع عنه العليقه ما بيبيضش، او بيبيض بس ما بيبيضش كتير، تمام؟ فلقيت حاجه حلوه قوي قوي قوي، موجوده في كل بيت مصري وموجوده في كل الدنيا، محدش بيستغنى عنها، وبتخلي الحمام يبيض وبتخلي بيضه كتير ما شاء الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اهوت. عندي الحمام اهو ما شاء الله كان قاطع، عشان كنت بحط عيش متدشش على طول. كان الحمام عندي قطع بيض فتره طويله، اما ابتديت ان انا احط المكون اللي انا قلت لكم عليه ده، وبالصدفه عرفت ان المكون ده بيخلي الحمام يبيض. يعني انا بالصدفه اكتشفت ان هو بيخليه يبيض زي العلف البياض بالظبط. ايه هو؟ هقول لكم ايه هو. هي دي الحاجه اللي انا بقول لكم عليها، موجوده في كل البيوت، وهي الغله والرز الشعير. كلنا عارفين ان لما الفراخ البلدي بتقطع بيض في الارياف بيحطوا رز شعير، ما بيروحوش يشتروا عليها بياضه زي ما ناس كتير بتعمل، لا بيحطوا رز شعير. الرز الشعير ده بيخلي الحمام يبيض، وبيخلي الفراخ البلد تبيض. انا كنت مخلصه عيش متدشش، قعدت فتره احط شويه رز شعير وشويه غله من اللي احنا بنغسلها ونطحنها للعيش. قعدت فتره احط منها، لقيت الحمام بسم الله ما شاء الله، الحمام عندي كله ابتدى ان هو يبيض، ابتدى الحمام كله يبيض. اما حطيت لخبطت شويه رز شعير على شويه غله، موجوده في كل البيوت، الحمام ابتدى عنده يبيض. انتوا عارفين كلكم ان العلف غالي والعليقه غاليه، وكتير مننا مش هيقدر ان هو ياكل الحمام علف على طول، تمام؟ فكل مدى كده احنا بنجيب العيش ندششه، كل مدى كده تحط شويه رز على شويه غله وتحطهم له، او لما تدششي العيش وتجيبيه تجيبي شويه من الغله وشويه من الرز الشعير وتقلبيهم على العيش، هتلاقي الحمام عندك كله بيبيض ما شاء الله، وهتلاقيه مطلع واحسن من لما ياكل علف كمان. وكمان الحمام بيحبها، يعني الحمام بيحب قوي الغله دي. هوريكم ازاي مقبل عليها وبياكلها وبيحبها اكتر من العيش كمان، ويمكن اكتر من العلف كمان. بسم الله ما شاء الله. الحمام لما بيلاقيها بتلم عليها وبياكلها، بيحبها جدا. معروف ان اصلا الحمام اللي انا حمامي محبوس، الحمام اللي هو بيبقى مطلوب، الحمام اللي بنطلق ده اللي بيطير بيلف الاراضي، ياكل منها غله وياكل منها رز شعير وياكل منها ذره، بيبقى عايش على الحب اصلا بره، بيبقى عايش على الحب في الاراضي. بس انا الحمام بتاعي عشان لما كان بيطير كان بيضيع، انا حبسته، تمام؟ فالحمام اصلا بيحب الرز، بيحب الغله، بيحب الذره، الحاجات دي بتسمنه وبتخليه وزنه كويس، في نفس الوقت ما بتبرمهوش، في نفس الوقت بتخليه يبيض والبيض بتاعه يكتر. الزغاليل بتاعته لما بتاكل من الحبوب اللي في البيت ديت بسم الله ما شاء الله بتبقى كبيره وبتبقى حلوه وبتبقى سمينه. جربي الموضوع ده، جربي موضوع الغله والرز ده، وانتي هتشوفي الفرق في حمامك. لو حمامك ما بيبيضش، لو حمامك الزغاليل بتاعته بتبقى رفيعه او صغيره، وانتي مش مقدرتك ان انت تجيبي علف تسمين، او مش مقدرتك ان انت تجيبي علف للبيض، جربي موضوع الغله وموضوع الرز الشعير ده، هتلاقي فرق معاكي جدا جدا، وهتلاقي الحمام بتاعك ابتدى كله ان هو يبيض عندك، ابتدى كله ان هو يطلع. الزغاليل بقت ما شاء الله مليانه وسمينه، حتى الامهات نفسها هتلاقيها ما شاء الله مش مبرومه كده ورفيعه، هتلاقيها مليانه وسمينه. تابعي معايا بقى القناه، معلش انا غبت عليكم فتره، تابعي معايا القناه، هنبتدي ان احنا ننزل فيديوهات زي الاول واكتر. هتعجبكم كل حاجه بتنزل على القناه، هننزل حاجات منوعه وهنعمل تغيير كده على القناه. تابعوني واعملوا لايك للفيديو وشيروه عشان يوصل كل مكان، واستنوني طبعا في فيديوهات جايه كتير.